السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة في خبر سمعناه ان في قناة على النايل سات اسمها الهاوية، دي قناة يمنية بتذيع بعض الماتشات من بطولة كأس العالم. يعني بتشغل القناة، بتشتغل وبتنزل عادي على النايل سات، القناة مفتوحة، بس مشكلتها ان الجودة بتاعتها جودة اس دي، زي في بعض اللقطات من ماتش السنغال. فانا هعلمكم وهعرفكم التردد بتاعها وهعلمكم ازاي تنزلوها من على الرصيفة. يلا بينا ونشوف ايه قصة قناة الهوية اليمنية ديت. يلا بينا. هندوس على حاجة اسمها المنيو، هيظهر لنا حاجة اسمها التركيب، هندوس عليها اوكي. هنجيب حاجة اسمها اعدادات الهوائي، هندوس اوكي. هندي سهم على اليمين اللي هو بيعلي، هينقلنا الناحية التانية. هنا هيجيب لنا التردد، هندوس اوكي. هنا هيجيب لنا قائمة الترددات بتاعه الاقمار النايل سات كلها. طبعا احنا شغالين على حاجه اسمها معالج الجي اكس، اللي هو الحاجات اللي هي اسمها كيو ماكس والسينوتو اس 4040، اللي هي تقريبا معظم الحاجات اللي بتدعم الفور ايفر. فاحنا هنخش هنا في تحت حاجه اسمها الاضافه وحذف. الاضافه ديت عليها لمبه خضراء، يعني هندوس على الزرار الاخضر اللي بيبقى في اعلى رموز من فوق، هندوس كده هيقول لنا على اليمين هنا. هنا كده هيقول لنا دخل التردد. التردد بتاع القناة الهوية اليمنية اللي هو بيذيع مباريات كأس العالم على النايل سات مفتوحة، بعض المباريات وبعض يعني بعض الماتشات، مش كل الماتشات. التردد هو 11 0 95. وهنا رأسي هنعملها أفقي أو اتش على 27 500 زي ما هي موجودة. وهنيجي تحت كده هنعمل بحث التردد، هيقول لي البحث عن القنوات المجانية فقط، هقول له نعم وادوس اوكي. تمام كده المفروض ان هو بيبحث لي عن القناة اليمنية اللي هي بتذيع مباراة كأس العالم على النايل سات. ندوس هنا كده ندور على القناة. هنا اهي، دي القناة يا جماعة متسمية كده بالانجليزي، اسمها الهوية تي في. هندوس عليها اوكي كده. هي القناة دي يا جماعة. فده بالنسبة للمعالج اللي هو الجي اكس. تعالوا اعلمكم ازاي ننزل التردد دوت على معالج السان بلس. يلا بينا يلا. نيجي بقى هنا للمعالج السان بلس، اللي هو يعتبر الجهاز الميني اللي بيبقى موجود في معظم أجهزة البيت. هندوس على حاجة اسمها المنيو برضو من الريموت. هيجي لنا هنا حاجة اسمها، هندوس اوكي كده. أول ما يظهر المنيو هيظهر لنا يقول لك دخل باسورد، اللي هو بيبقى 4 أصفار. هندوس 1 2 3 4 كده فتح معايا. في حاجة اسمها ضبط هوائي، قائمة الأقمار الصناعية، قائمة ترددات. هندوس على قائمة ترددات، هيجيب لي هنا كل الترددات اللي موجودة على النايل سات. هندوس على حاجة تحت هنا يا جماعة، في حاجة اسمها إضافة، مكتوب عليها أو على فيها علامة حمرا كده، اللي هي موجودة برضو في الريموت زي ما قلت لكم في أول فيديو في معالج الجي إكس. في أول الريموت كده من فوق في زرار أحمر، هندوس عليه كده جاب لنا ظهر لنا الشاشة اللي هي ديت كده بيقول لك دخل التردد. هندخل التردد، هنكتب هنا 12، نكتب 11 0 5، 11 0 95. وننزل تحت هنكتب 27 500 اللي هو معدل الترميز، وننزل تحت هنا هنعمله أفقي كده. يا جماعة هو دوت التردد بتاع قناة الهوية اليمنية اللي بتذيع مباراة كأس العالم بالمجان على النايل سات. هندوس كده أوكي كده. بقول لك هو المرسل موجود أو التردد موجود، يعني هنعلم عليه كده بالأخضر. وندوس كلمة بحث يا جماعة اللي هي موجودة هنا في الرصيفة من تحت كده على علامة زرقاء. هندوس على الريموت على الزرار الأزرق، هيقول لي جميع القنوات، هقول له لا المجانية فقط. كده هو المفروض ان هو بيبحث عن القناة اللي احنا عايزينها. هننتظر بعض كده ثواني لحد ما يبدأ يحمل. كده المفروض ان هو حمل. هندوس حفظ ونرجع بقى ايه نبحث على القناة اللي المفروض انها نزلت. وبكده يا جماعة قناة الهوية نزلت، اللي هي القناة ديت يا جماعة مكتوب بالانجليزي اهيت، اسمها الهاوية. القناة ديت اس دي، بتذيع مباراة كأس العالم بالمجان. بتذيع بعض المباريات اللي بتبقى موجودة في اليوم، يعني ممكن تلاقي في اليوم كده بيبقى فيه 4 ماتشات، ممكن تلاقي في ماتش فيهم بيتذاع، أو ممكن تذيع الماتشات كلها أو ماتشين. بس ديت ذاعت ماتش السنغال، ذاعت من الماتش لقطات منه كتير جدا. يا رب يعجبكم الفيديو.